راديو جونيس حاجب العيون توجور لجون. راديو جونيس حاجب العيون توجور لجون. ارجعاش اسمعها وما تنساهاش. ارجعاش راديو جونيس حاجب العيون. الأسبوع الفارط صارت زوبعة كبيرة في خصوص توزيع الأغنام. بالتذكير توزيع الأغنام هو في إطار دعم موارد الرزق، دعم وليس بعث، دعم موارد الرزق لسنة 2011 اللي تمكنا منه ميزانية المجلس الجهوي. وصارت القائمة هذه من ديبي 2012، في أول 2012 كانت القائمة حاضرة وتبعثت للولاية. هي طالت المدة صحيح، لأنه الولاية حبت تعمل صفقة عامة لولاية القرويين الكل، مش كل مواطن يمشي ياخذ الأغنام وحده. والجمعة اللي فاتت علموني الولاية اللي سي حضرت الأغنام ولقاو مزود عن طريق أبل دوك بالطبيعة وباش يجي يوزع الأغنام. جاء وزع ما راني اللي اتصلوا بي يقولوا لي راه صارت فوضى كبيرة وثم برشا ناس ما تستحقش وخذات، وثم واللي ما يستحقش ما خذ، واللي مستحق ما خذاش. حسيب احنا قبلنا المواطنين وحكينا معاهم، والجمعة اللي فاتت احنا حكينا معاهم وقلنا لهم البرنامج هذا راه متواصل، دعم موارد الرزق راه ماهوش حبس كان 2011 موجود في 2013. قبلنا المطالب، ثم ناس ما جبتش مطالب قيدنا اساميهم وباش نحاولوا نعمل عليهم جلسه في الايام القادمه ان شاء الله. نرجع للبرنامج دعم موارد الرزق 2011. كيف صارت القائمه هذه؟ هي صارت عن طريق لجنه متكونه اساسا من الشؤون الاجتماعيه. شنو هي المقاييس في كل قائمه؟ ما ثم حتى مقياس سوى الحاله الاجتماعيه يتم اعتماده، خاصة في توزيع دعم موارد الرزق للأغنام. حاجات أخرى ثم مقاييس أخرى تم اعتمادها كما الشهادة وكل الاقتصاد إلى آخره. لكن في دعم موارد الرزق للأغنام كانت الكريتير الوحيد هي الحالة الاجتماعية. بالتنسيق مع وحدة النهوض الاجتماعي بحاجب العيون حضروا معنا، جبدنا المطالب افرزناها مع الأصحاب الجمعية وخرجنا قائمة. للأسف هنا ثم نقطة نحب نوضحها، ثم ناس تستحق بالفعل واساميها مش موجوده بالقائمه، لكن انا ساعات كيف رجعت نلقى ناس هذه ما تقدمتش المطالب اصلا، وكيف ثم ناس موجوده مطالبها وتستحق وما خذاتش. خاطر التذكير احنا عندنا 4000 تم درس 4000 مطلب، بالنسبه للاغنام خذينا 92 مطلب فقط تم التوقع عليه. باهي 92 مطلب هذوما بعد الاشكاليه اللي صارت في التوزيع، باش تتم مراجعه المطالب وتنجم تتغير الليسته ولا اللي صار وصاير؟ لا مش اللي صار. القائمه ماهيش قران منزل. انا جبت الملفات عند الولايه بحكم الملفات بعتهم على القائمه، جبت الملفات من الولايه وباش نراجع القائمه هذه. اذا ثبت اللي ثم ناس بالفعل، وانا عندي خذيت بعض الاسماء اللي يقولوا اللي هم ما يستحقوش، باش نراجع المطالب نتاعهم ومع برشا ناس باش نحاول نوسع الاستشاره نوعا ما في النقطه هذه. اذا كان ثبت اللي هو ما يستحقش راه يتنحى اليا.